ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند محمد على قناه حياتك احلى من هند محمد. هعمل معاكم النهارده زبادو بالفراوله بالطريقه الصحيه والطعم والاروع من كده. ركزوا معايا كده في المقادير وامشوا معايا خطوه خطوه. مبدئيا يا جماعه المقادير دي هتكفي كوبايتين كبار او 3 كوبايات وسط. هنحتاج 10 فراولات، كل فراولايه تكون حجم كبير كده زي ما انتم شايفين، فراولايه تكون كبيره. هنحتاج كوبايه وسط من اللبن سواء خالي الدسم او كامل الدسم. لو انت هتستخدمي لبن بودره يبقى كوبايه وسط من الميه هتدوبي فيها 3 معالق صغيرين من لبن البودره. هنحتاج 2 كوباية زبادي حجم الصغير سواء زبادي لايت أو زبادي كامل الدسم، أنا مستخدمة زبادي لايت. هنستخدم 4 معالق كبيرة من مربى الفراولة، ودي هتبقى التحلية بتاعتي، بتدي لون وبتدي طعم بتخلي الزبادو بتاعك زي بتاع بره بالظبط. ممكن تستخدمي معلقة صغيرة من كريم شانتيه الفراولة بتدي برضو لون وطعم حلو، بس أنا بفضل المكونات كلها تبقى طبيعية. كده مقاديري قدامك، يلا بينا نبدأ في الوصفة. يلا. أول حاجة حطيت الفراولة قطّعتها وحطيت كوبايتين الزبادي الحجم الصغير زبادي لايت، وحطيت كوباية وسط من اللبن، وحطيت 4 معالق كبيرة من مربى الفراولة. نضرب بقى كل المكونات مع بعض، نبتدي بقى نقدّمه. ده شكله بعد التقديم. قدّمي بألف هنا وشفا. عايزة أقول لكم طعمه حلو جدًا، 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 ولو جربتيه تعمليه مش هتبطّلي تعمليه في البيت على طول. طبعًا إحنا عارفين إن الزبادو دلوقتي بقى سعره غالي، فمش كل الناس مقدرة إنها تجيبه، فطبعًا أنتِ هتعمليه في البيت هيكون هيوفّر عليكِ كتير، ومعمول بطريقة صحية، وطعمه أحلى من بتاع برّه. وزي ما أنا قُلت لِك ممكن تحطّي معلقة صغيرة من كريم شانتيه بتدّي لون وطعم للزبادو، بس أنا بافضّل المكونات كلّها تبقى طبيعية. إن شاء الله تجرّبيه تعمليه ويعجبِك إن شاء الله. لو عجبِك الوصفة لايك واشتراك في القناة، ويا ريت تدعموني بالاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.